برج الدلو اكتمال القمر في الدرجة 8 برج الجدي في البيت ال 12 منزلة سعد الذابح. طيب، هي منزلة سمعتها مش حلوة. الشمس في الدرجة 8 و14 دقيقة في السرطان في البيت السادس منزلة النصرة. طيب يعني عندنا مواجهة ما بين الشمس والقمر، ما بين الداخل النفسي للبيت ال 12 والواقع العملي، مع انتقال حاكم السابع لبيت العمل والصحة. فتفاعل الجدي هنا التقيل الرخم مع السرطان الحساس. طيب، اكتمال القمر يوم 29 أيها الدلو هيبقى ببيتك ال 12 في برج الجدي. ده بيعتبر من أكثر لحظات الشهر عمقا نفسيا، لأن البيت ال 12 بطبيعته بيت الأسرار، وبيت الشغل من ورا الكواليس، وبيت الأعداء المخفيين، وبيت الإنهاك النفسي، وبيت الأشياء اللي الإنسان بيخباها جواه عن نفسه. وجود القمر في برج الجدي هيجعل المشاعر أكثر ثقلا، أكثر واقعية، وكأن الدلو يواجه فجأة حقيقة بعض الأمور اللي كان بيهرب منها أو يحاول يتجاهلها. هخش تحت السرير مع وجود القمر داخل منزلة سعد الذابح، وهي منزلة بطبيعتها ثقيلة وفيها اختبارات وتأخير وكشف للحقيقة. يبقى الاكتمال مش مريح بالكامل، لكنه مهم لأنه بيفتح العين على أشياء لازم تتفهم أو تنتهي. في المقابل الشمس موجودة في برج السرطان داخل البيت السادس وفي منزلة النصرة، وده بيخلق مواجهة واضحة ما بين الداخل النفسي المرهق وما بين متطلبات الحياة اليومية والعمل كمان والصحة أيضا. السرطان هنا بيرفع الحساسية لأنه هو برج حساس، النفسية والجسدية عند الدلو. النصرة بتفتح بداية جديدة تخص الروتين وطريقة التعامل مع الحياة العملية وطريقة التعامل مع الصحة. لكن اكتمال القمر في برج الجدي يقول إن البداية دي مش تمم قبل ما يتم التخلص من الحمل النفسي وعادة قديمة أو استنزاف داخلي مستمر. شكرا، هينتهي كل ده. وجود الشمس كحاكم للسابع داخل البيت السادس بيربط العلاقات بالحالة الصحية والنفسية، وكأن بعض العلاقات وكأن بعض الضغوط اليومية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على راحة الدلو، زي ما أنا شغال كده دلوقتي، الجسدية وبرضه العقلية. تفاعل الجدي مع سعد الذابح يجعل المشاعر تبدو أكثر كتمانا وثقلا، كما أن السرطان مع النصرة يحاول فتح باب جديد للراحة والاحتواء، وده بيخلق حالة شد داخلية بين الرغبة في الاستمرار وتحمل كل شيء، وبين الاحتياج الحقيقي للراحة وإعادة توازن. ولو ربطنا الهلال اللي كان حصل في الجوزاء أول شهر يونيو مع اكتماله بقى بكرة، هنلاقي إن يونيو كله كان رحلة للدلو من محاولة استعادة الشغف والحياة إلى مواجهة مع ما يستنزفه في العمق. عشان كده هيقدر يبدأ مرحلة جديدة أكثر هدوءا وأكثر نضجا.